يا صباح الورد والفل والياسمين. الدونر التركي او الكباب التركي اللي عامل ضجة وقلبان على السوشيال ميديا هنعمله النهارده بطريقة بسيطة وسهلة، وهنعمل شوية صوصات جنبه حلوين قوي. عايزة اقول لكم جامد جدا، طعمه خطير. ممكن ينفع عشاء غدا، خفيف كده وحلو قوي. شاورمة اللحمة او الشاورما التركي هنعملها النهارده بأبسط التكاليف. يلا بينا نشوف المقادير. عندي هنا كيلو من اللحمة المفرومة. هي مش هي حمرا، مش ما فيهاش نسبة دهون كتير، فجبت معلقتين كده دهنة وبشرتها تمام عشان استخدمها في الوصفة. عندي معلقة توم، ربع معلقة قرفة صغيرة خالص، معلقة ملح، فلفل اسود، كمون، شطة، بابريكا تمام. عندي هنا كوباية زبادي صغيرة او معلقتين كبار تمام كده، وبصلتين كبار. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني على طول. جبت الكبة بتاعتي ونزلت البصلتين اللي انا مقطعاهم دول عشان اضربهم ضربة حلوة كده. هضربهم كده في الكبة. بصوا ضربتهم اهو عادي خالص، حتى لو كبيرة شوية لسه هتتضرب مع اللحمة وهتبقى ناعمة. هنزل بقى بالمعلقتين الدهن اللي انا بشرتهم مع كمية اللحمة كلها تمام. وهنزل بكوباية الزبادي او معلقتين الزبادي الكبار، وهنزل بالتوابل بتاعتي كلها واضربها ضربة حلوة في الكبة علشان انعمها جدا. المفروض الوصفة دي لازم اللحمة تبقى عاملة زي العجينة بالظبط. ممكن تعجنيها على ايديكي بس هتاخد معاكي وقت شوية تمام. فاحنا هنعجنها عجنة حلوة كده في الكبة، نضربها حلو و... ونعجنها تمام وتبقى فيها خيوط كده وزي العجينة بالظبط. هنا ضربت اللحمة بتاعتي في الكبة. بصوا ما شاء الله عاملة زي العجينة كده وكلها داخلة في بعضها. عندي هنا عشان اعرف استخدمها بس معلقة زيت كده احطها من فوق الوش عشان الم بيها اللحمة عشان هتبقى ملزقة معايا، اعرف اتعامل معاه. وهبتدي بقى اقسمها على 4 كور كده، 4 كور كبار تمام. هنقسمها كده اهو. بصوا بقى الزيت ابتدى يخليني اعرف المها، وايديا برضو مدهونة زيت. وهبتدي اقسمها على 4 قطع تمام كده. هبتدي بقى عندي هنا ورق زبدة تمام، علشان ما يلزقش معايا في اللحمة هدهنه برضو دهنة زيت. عندي ورقة كده مربعة هدهنها دهنة زيت حلوة كلها كده. وهجيب برضو ورقة زبدة تاني بعد ما ادهن ديت، هجيب ورقة زبدة كمان علشان هبتدي استعملها فوق اللحمة. يعني انا عايزة واحدة ورقة تحت وورقة فوق، فالاتنين لازم يبقوا مدهونين دهنة حلوة جدا بالزيت. خلاص دهنت الورقة بتاعتي. هبتدي بقى اجيب قطعة اللحمة المفرومة اللي انا عجنتها، وهبتدي احط عليها ورقة الزبدة التانية اللي انا دهناها برضو. وهبتدي بقى افردها بالنشابة كده اهو بالطريقة دي لما تبقى رقيقة خالص كده وتبقى مظبوطة. بصوا بقى اهم حاجة لازم تبقى خفيفة جدا ورفيعة جدا، تفرديها بالراحة كده معاكي سهلة جدا، سهلة اهي وبسيطة خالص، وهتتعجن معاكي وهتتفرد معاكي بكل سهولة. خلاص انا هنا فردتها حلو. هبتدي بقى اطلع اشيل الورقة اللي فوق. بسم الله. شلت الورقة بالراحة، بتشيليها بالراحة كده. وادي اللحمة على الورقة التانية مفرودة. هبتدي بقى الفها كده لفة حلوة زي ما انتوا شايفين معايا بلفها كده. وهبتدي احطها على الصينية واكمل باقي الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. هنا عملت الاربع ورقات من اللحمة. بعد ما فردتهم احط بقى شوية طماطم كده وشوية فلفل، قرن فلفل احمر حلو كده وقرنين بقى شطة. ونبتدي ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي. وهرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. يلا بينا بقى نعمل صوص الطحينة بالزبادي بتاعها الخطير ده. عندي معلقتين كبار طحينة، علبة زبادي صغيرة، ممكن تكتري او تقللي زي ما انت عايزة.
معلقتين كبار خل، وعندي التوابل هنا فلفل وكمون وملح وفصين توم صغيرين وبابريكا ونص ليمونة. تمام. هبتدي انزل بالمقادير دي كلها على الطحينة بتاعتي ونعصر هننزل بيهم كلهم كده ونعصر نص الليمونة ونديها تقليبة حلوة قوي لغاية ما تنعم معانا وما يبقاش فيها اي تكتلات. عايزة اقول لكم صوص خطير جدا، طعمه جامد قوي. هنا قلبتها وبقى شكلها بالطريقة دي والقوام بتاعها بالطريقة دي. هركنها على جنب ويلا نعمل الصوص الأحمر اللي بيبقى مع الوجبة ديت. عندي هنا بصلاية مقطعاها صغير، نزلت بحبة زيت، معلقتين زيت كده، وهبتدي أشوح البصلاية لغاية ما تدبل. أنا عايزة البصلاية كده تدبل، بصوا ما تتحمرش، يا دوبك تدبل. وهنزل عليها بمعلقة صغيرة من البابريكا. تمام. وهبتدي أقلبها. بعد ما قلبتها خلاص وخدت اللون دوت، هنزل بطماطمايه مبشوره ومتصفيه، يعني مش متصفيه، متشال منها القشر. ممكن تستغني عن الخطوه ديت وتحطي معلقتين صلصه كبار، بلاش طماطم. تمام. هنا بقى عندي معلقه هريسه حمراء كبيره، وابتديت اقلبها كده. عندي ربع معلقه فلفل اسود وربع معلقه كمون، وعندي هنا نص ليمونة هعصرها حلو جدا، سامحوني على صوتي عندي برد جامد. ومعلقتين خل كبار برضو، وابتدي اقلب كل الجمال ده في بعضه. هنزل بفنجان مية كده علشان تبقى جوسي كده وحلوة. ابتدي اقلب كل المقادير دي في بعض. هنا بقى الدونر طلع من الفرن، هبتدي بقى ريحته كانت قلبة البيت بجد، خطير جدا وطعمه حلو قوي. بصوا هو سخن جدا، هبتدي اشيل منه الورقة بالراحة، خلي بالكوا عشان بيبقى سخن جدا. بصوا هنبتدي نشيله، ما شاء الله عليه ولا لازق، عشان حطينا في الورقة زيت ودهناها حلو جدا. هبتدي بقى اطلع كده الدونر بتاعي لما فككته كده. بصوا الاولانية دي كانت على وش الفرن فاتحمرت. تمام. احنا بقى عايزين هنقطعها كده وندخلها الفرن تاني علشان نديها لون في الفرن بتاعنا، يبقى نفس اللون دوت. تمام كده. هقطعها وادخلها الفرن. ويلا بينا نعمل السلطة المشاوي الخضراء. عندي بصلة متقطعة جوانح، بصلتين كده حلوين عشان السلطة دي بتبقى جامدة جدا. عندي هنا ربطة بقدونس، فلفل أخضر حراق، عندي فلفل أسود، ملح، بابريكا، كمون. وهقلب كل الكلام ده في بعضه وكده جهزنا أكلتنا. والدونر طلعت من الفرن لتاني مرة، المشويات والطماطم والفلفل والبصل. يلا بينا نعمل السندوتشات بتاعتنا. ده الرغيف العيش اللي هو السوري او التورتيه او اي حاجه انت بتحبيها، وممكن تعمليها كمان في عيش ابيض. حطينا كده البصل بتاعنا اللي احنا قطعناه، سلطه المشاوي، وهنحط عليها الدونر بتاعنا. وكمان ممكن بقى تحطي شويه بصل كمان لو حابه، يعني قرن الفلفل الجامد ده ضروري اللي بيحبوا الحراق والحامي. هنا بقى جبت الصلصه الحمراء، الصوص الاحمر اللي احنا عملناه، عايزه اقول لكم طعمه خطير قوي. هنحطه كده، وممكن تعمليه كمان جنب اي اكله، جايه جنب اي سندوتشات كمان هتعمليه هيبقى خطير. وعملنا الطحينه حطينا، ونبتدي بقى نلف السندوتش بتاعنا اهو بالشكل ده، ونقفله بقى كده، تقفليه حلو. هو المفروض ما بنحطوش تاني على النار، عايزة تحطيه تاني على النار براحتك، لكن هو بيتاكل كده، العيش بيبقى طري كده. تعالوا بقى نقسمه كده ونشوف الجمال والحلاوة اللي احنا عاملينها. بسم الله ما شاء الله، خطير والوانه حلوة من جوه وطعمه جامد جدا. عايزاكم تجربوه بالطريقة دي، هتعجبكم ان شاء الله. طريقة سهلة جدا
جدًا، مش هتاخد منِّك وقت وهتعمليه وتفرّحي ولادِك بيه. بُصّوا، حاجة جامدة جدًا.